تخيل معايا كده تكتسب قوة تخليك تنتقل عبر الزمن وانت بتقاتل ملك الشياطين، لان هو قرر يهجم على البشر بعد هدنة دامت 300 سنة، وقرر ان هو يقتل معظم البشر ودمر كل المدن والامبراطوريات، واتفضل جيش واحد بس من جميع المدن دي وهو الجيش اللي بيقاتل ملك الشياطين دلوقتي. ويلا نبدأ بقى العظمة، وبنشوف بطلة كده من الابطال بتهجم على غول كده شيطاني بضربة جبارة ولا اروع من كتر العظمة بتاعت الضربة، الشرارة والنار مالوا المكان كله. وبننتقل كده للابطال التانية اللي هم جوه القلعة كده، وفي شياطين كده بتضرب عليهم نار كده وبنشوفهم في فريم ولا اروع. ايه العظمة دي! وفي واحد كده اسمه سيرون كده بيقول لهم مالكوش انت دعوة، انتوا امشوا روحوا اقتلوا ملك الشياطين وانا هتولى امرهم. والشيطانة هنا بتضحك بتقول له هتتولى امرنا احنا. وبنكمل كده مع بطلنا الاساسي اللي هو اصلا اسمه كايل، وهنا بيشرب كده حاجة غريبة قوي، والبت اللي معاه كده بتكون زعلانة. وفجأة كده بنشوف ان عينه اتلونت باللون الاحمر، ولما بيخشوا كده غرفة الملك ما بيلاقوهوش، بيلاقوا كده بلورة غريبة كده لونها احمر، ومرة واحدة كده بيقع عليهم كرات حمراء كده بتمتص اي حاجة بتيجي ناحيتها، لحد ما كان في كورة كده هتيجي كده فيه وهو خلاص هيموت. البت هنا بتتدخل وبتفعل درع كده وبيحميهم، بس نكتشف ان هي اضعف من ان هي تصد الكرة دي اساسا، والكرة بتمتصها مرة واحدة وبتختفي من قدامه. وبيجي كده الملك اللي هو اصلا متسمي بالملك العادل اللي حافظ على السلام 300 سنه، بس قرر يهجم ومحدش فاهم ليه، وقرر يبيد البشريه. وبيهجموا كده على بعض كده، وهو بيهجم بالكرات اللي معاه اللي بتخفي اي حاجه، والتاني بالسيف اللي معاه. بس المشكله هنا ان جراح الملك بتتشفي بسرعه ولا كانه بيتضرب اساسا. والبطل بتاعنا كده بيتراجع طبعا لانه الجراح بتاعته مش بتتشفي، اما الطرف التاني جراحه عماله تتشفي ولا كانه بيحصل له اي حاجه. وبيسال السيف بتاعه كده ايه الهجوم ده، انا مش فاهم هو بيعمل ايه. فهنا التاني بيقول له ان دي تعويذه عليا من مراتب العليا جدا اللي في العالم، وهي بتنقل وبتخفي اي حاجه بتلمسها، ولو لمستك هتموت فورا. فبيسحب قوه السيف كلها وبيضربه كده في ضربه جباره. ايه الابداع ده! وابداع رسم جبار، وبالفعل الضربه هنا بتخترق الملك. وطبعا هنا بيفتكر ان هو قتل، واحنا فعلا مش عارفين هو قتله ولا لا فاهمين هو اختفى ليه ولا اي حاجه. وكال هنا بيقع ومش فاهم هو بيقاتل ليه اساسا، وبيقول ما كل احبابي ماتوا والقريه بتاعتي ومدينتي والامبراطوريه حتى ذات نفسها اختفت. وبيجمع كده قوته وبيقول كده في نفسه انا خلاص انتهيت، وبيلمس كده البلوره. بس بيحصل حاجه غريبه جدا، بيلاقي نفسه اصلا في مكان تاني وبيصحى. فلما بيبص كده من الشباك بيلاقي المدينه سليمه. ايه ده! ايه اللي حصل؟ انا مش كنت بقاتل ملك الشياطين وكان في مدعكه هنا؟ في ايه؟ ولا إيه؟ انا فين؟ ولا انتوا مين؟ ولا في ايه بالظبط؟ وبشوف كده صاحبته ليزي كده داخله عليه. ايه ده! انت مش مت يا بنتي؟ هو مصدوم، وبتقول له مالك يا ابني بطنك وجعك تاني ولا ايه؟ وبيعيط كده وبيشدها كده وبيحضن فيها وبيقول لها فهمت اخيرا، هو كان حلم منيل بنيله، انا مش نايم تاني على المرتبه دي. بس البت بتتكسف قوي وهو بيفعص فيها الصراحه، وايده نازله على وبيوقعها كده على السرير. بس ايه يا اسطى في إيه؟ انت بتلزق يلا يا اد من هنا، وبتضربه كده وبتطلع عين اهله. كنتش عارفه ان انت بقيت زباله قوي كده، انت زباله من امتى؟ بتمشي كده وبتسيبه وهو بيحاول يلحقها وبيقول لها والله كنت وحشاني، بس هي بتقفل الباب وبتمشي. وبيلاقي حاجه غريبه كده على السرير، ولما بيلمسها كده بيلاقي البلوره الحمراء. يا نهار اسود، ده ما كانش حلم. ولما بيبص كده في المرايه كده بيقول ايه ده، هو انا بقيت اصغر ولا هو انا مش كنت اكبر من كده بثلاث 4 سنين ولا ايه؟ ولا احنا بنعيد الزمن ولا في ايه بالظبط؟ وبعدين كده انا حاسس ليه كده بوجع في جسمي زي ما يكون المعركه اللي فاتت دي كانت حقيقيه. انا جسمي بيوجعني ليه؟ وبيبص كده من الشباك وبيقول ايه ده، معقوله البلوره دي بتتحكم بالزمن ولا ايه بالظبط؟ ولا في ايه؟ وبيفتح الباب كده بيلاقي كده اكل كتير كده وبيفرح اخيرا اكل، ده انا بقالي سنين باكل من الزباله. وبيقول شكرا يا ليزي والله انك عملتي لي اكل احسن من امي اللي ما بتعمليش اساسا. والواد هنا سيرون كده بيخش عليه ايه ده في إيه ولا انت اكلت الاكل كله ولا ايه؟ في ايه؟ ده كان في 3 4 حلل جوه. وكان هنا بيبص عليه ايه ده سيرون انت عايش اصلا؟ وهو مستغرب انت بتقولي ايه يا اسطى؟ وبطلنا بيساله كده هو تاريخ اليوم ايه يا اسطى النهارده؟ احنا في سنه كام؟ فهنا بيقول له 23. وطبعا في تاريخ كبير بس انا هختصر يعني. والسنه دي على فكره قبل بدايه الحرب ب3 سنين، وهو رجع بالزمن 4 سنين. ماشي ان الحرب دامت سنه واحده. وللعلم التاريخ النهارده هو تاريخ عيد ميلاده. وبيقول له كده اعتبر الاكل ده هديه من ليك بقى طالما النهارده عيد ميلادك. فبطلنا هنا بيقول له على اساس ان انت اللي عملته، وبعدين ايه الهديه الرخيصه دي؟ اكل. وسوري هنا بيقول له خلاص يا عم مش عايز منك حاجه، انا هروح اجيب اكل بقى واروح اشحت منها. تتوقع ان انا لو اتذللت لها وقلت لها اعمل لك اي حاجه هتديني وجبه؟ وبيروح كده مكان تاني وبينزل تحت الارض كده وبيبص لواحده كده وبيفكرها ان هي اصلا ماتت في الحرب، وهو اصلا مستغرب جدا وفاكرها ماتت. وهي بتقول له ايه ده كايل غريب انت ما بتنزليش هنا. بتقول له كده في ايه طيب مالك؟ وهو كنت وحشاني بس يا ماما. كنت ايه ايه مين؟ ماما ستوب يا ابني ستوب يا حبيبي في ايه؟
امي مين ده؟ انا افتكرتها حبيبته والله اصغر منه اساسا. وطبعا شكلها اصلا عامله سحر على نفسها عشان تصغر او حاجه، لان احنا بنكتشف ان هي ساحره من اعظم الساحرات اللي موجوده في العالم ده كله، لان هو بيقول لها انا عايز اسالك سؤال بما انك اعظم ساحره في الكون، وهي بتقول له لا يا ابني في ناس احسن مني كتير عادي خالص. وبيقعدوا كده ويتكلموا كده، فبتقول له انت عايز ايه بقى؟ فهو بيقول لها انا عايز اسال عن تعويذه ممكن ترجع الزمن. وهنا بتقول له في بس قليل قوي ومستحيل علميا انها تتنفذ، لان انت ما بترجعش زمن شخص او حاجه، انت عايز ترجع زمن الكون كله، فدي مستحيله. وبتقول له انه حتى لو حد حاول حتى يعملها مش هيعرف، لان هو محتاج قوه هائله من الطاقه. احنا لو جبنا افضل ساحر في العالم واكتر واحد عنده قوه مستحيل يحرك الزمن غير ثانيه او ثانيتين. طبعا هو ما قالهاش ان هو راجع بتاع 4 سنين اساسا، وبيقول لها كده طب لو في اداه سحريه زي بلوره مثلا او حاجه. فهنا بتقول له فكره حلوه بس مستحيل نسبيا ان في حاجه تستحمل السحر ده كله. زائد مين هيعرف ينفذ تعويذه بالكبر ده كله؟ انت محتاج ملايين البشر والشياطين عشان يخزنوا الطاقه لمده 1000 سنه مثلا، وحتى لو عرفنا نعمل حاجه زي كده. وبعدين فلنفترض ان كلامك صح، هتجيب منين اصلا الاداه اللي انت هتخزن فيها الطاقه؟ فبيقول لها كده لو استخدمنا كده السحر المحظور وتعويذ محظوره. فهنا بتقول له تعويذ محظوره انت قريت فيها ازاي ومنين وعرفت الحاجات دي منين؟ فانا بيقول لها قريتها في الكتب بتاعتك. فهنا بتقول له دي غلطتي اني بسيب المكتبه مفتوحه، بس ما علينا، ممكن نسبيا، لانك هتسحب الطاقه بتاعت البشر او الكائنات دي لغايه لما تموت نهائيا، وبالحاله دي هتعرف تعملها. بس انت محتاج تقريبا تقتل نص القاره تقريبا لو مش واخد بالك، فانت ممكن تحتاج من نص البشر اللي في الكون او الكائنات للكون كله. وهنا بيفتكر لما دخل القلعه وشاف جثث من البشر والكائنات مرميه بملايين الاعداد، وهنا عرف ان الحرب دي اساسا كلها كانت معموله عشان يتسحب منهم الطاقه، لان كان في حد عايز يستخدم البلوره. وبتروح كده تفضل تنط عشان تجيب كتاب كده، وبتقول انا تقريبا قريت ان في اداه تقريبا ممكن تستحمل قوه زي دي. ولما بتفتح كده الكتاب بتلاقي كده تنين قديم اسطوري جدا، بتقول ان قلب التنين ده ممكن يعمل حاجه زي كده. انا مش عارفه ومش متاكده ان يقدر يستحمل القوه دي ولا لا، بس هو قوته جباره ويقدر يخزن قوه جباره. وبنعرف طبعا ان في مملكه سحريه قديمه اسطوريه طبعا محدش مصدقها، بتقول ان المملكه دي اساسا قامت على قوه القلب ده كله، وتقول ان المملكه دي قتلت التنين ده وخدت قلبه واستخدمت قوته لالاف السنين لغايه لما الطاقه بتاعته انتهت، وانتهت بعدها المملكه. بس من حوالي 1000 سنه اختفى قلب التنين، ومش معروف هو مع مين لغايه دلوقتي. بس على الاغلب لو القصه دي حقيقيه فاكيد هتلاقيه مع الشياطين، لان هم المسيطرين على الكون دلوقتي. بس احنا طبعا في سلام معاهم، فما نقدرش نسالهم او نقول لهم هو فين او انتوا خدتوه او لا. وامه هنا بتفرح قوي، بتقول له بقالك كتير قوي ما كلمتنيش ولا قعدت معايا القعده دي كلها، انا فرحانه جدا. وهنا بتاسف لها، بتقول له لا 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 ما تتاسفش خلاص عادي في ايه. وبتكمل كده كلام كده وبتنكشه كده، وبتقول له تفكيرك مختلف قوي النهارده، انت ايه رجعت بالزمن ولا مالك مهتم ليه وفي ايه وبتكلمني باحترام ليه في ايه مالك يا. ولما بيحس ان في حاجه غلط كده بيستغرب. فهنا بتقول له اهدى يا حبيبي اهدى يا بابا انا بهزر بس مش اكتر. وبتقول له كده يلا ناكل بقى انا جعانه قوي. وكال هنا بيقول لها بالنسبه للاكل انا اكلت كله. وهي طبعا مصدومه لان الاكل كتير جدا، وهي اساسا طلبت ان الاكل يزيد النهارده. فلما بيزعل كده بتشوفه زعلان، بتقول له خلاص خلاص ما تزعلش اعتبرها هديه عيد ميلادك. وهو اصلا مصدوم، هو ليه كل واحد يقول لي هديه عيد ميلادي؟ ده اكل يا جماعه انا عايز فلوس. وبيروح كده يقعد لوحده كده، بس بتخش عليه البت اللي هي ليزي، وهو عمال يتاسف لها ان هو كان بيلزق فيها الصبح كده، وهي ماشي لز انت بقيت منحرف قوي على فكره. وهنا بيقول لها انا والله حلمت بيكي بس مش اكتر. وهي بتتصدم، حلمت وبيكي ومنحرف ولا حلمت بيه؟ ولما بيردش كده وهي بتقول له كده ما هو حاجه من اتنين، يا شفتني بموت فانت كنت زعلان ووحشاك مثلا، او كنت تعمل حاجه وهطلع عين اهلك لو اللي في بالي صح. وبيقول لها شفتك بتموتي حاجه زي كده. فبتقول له ما خلاص هعديها لك خلاص يا عم ما تخافش، كده كده انا قاعده على قلبك انت زعلان ليه يا ابني؟ واعتبرها يا عم يلا هديه عيد ميلاد. ومره واحده كده بتقول له كل سنه وانت طيب. وهنا اول ما الجمله بتتقال بيرجع بالاحداث كلها وعمال يفتكر، لان اخر مره قالتها له كانت بتموت حرفيا والدوله كلها والامبراطوريه بتنتهي، وهي عماله تنادي عليه بس هو سرحان قوي عمال يفتكر الذكريات. وبتقول له كده انت مبرق ليه يا اسطى؟ انا خايفه منك في ايه؟ بالراحه ما تخوفنيش. هو عمال يفكر كده في سره، انا لازم اغير العالم ده لان العالم ده هيبدا ينتهي بعد 3 سنين بالظبط، ولازم انقذه لان هم هيموتوا قدام عينه تاني. وبيقول كده وهو بيزعق كده هغير مصيري ومصير العالم ده كله. وهي الواد ده شكله اتجنن ولا ايه بالظبط؟ وبالليل كده بيمسك كده كتاب وبيفضل كده يكتب فيه كل حاجه حصلت في المستقبل عشان ما ينساهاش. وبيفكر كده يقول للناس، بس المشكله هنا ان لو قال لحد
هيفتكروا مجنون، لان السلام بقاله 300 سنة والملك هنا اسمه الملك العادل بتاع الشياطين من كتر عدله وكرمه على الناس. وهو بيقول ان مستحيل حد يصدقه، بيقول كده ان هو لازم يقتل ملك الشياطين قبل ما يقتل العالم كله، بس هنا بيقول مستحيل قوي انه يعمل حاجة زي كده، ان المرة اللي فاتت كان معاه جيوش من العالم كلها حرفيا عشان يقدر بس يوصل للقلعة بتاعته، وكمان معرفش يقتله، ده هو كل اللي عرف يعمله له إصابة بسيطة. وكمان كانت قوة الشياطين قليلة وضعيفة ساعتها لأنها كانت حربت العالم كله، اما دلوقتي هم في سلام والأسلحة بتاعتهم كلها موجودة ومش عارف يعمل ايه لوحده. بس للأسف هنا يا جماعة بيكون انتهينا من أول حلقة، واللي على فكرة الانمي ده شكله هيبقى أسطوري، ده انمي الموسم يا جماعة. ويلا اشوفكم على خير. خد بالنسبة صحيح للانميات اللي انا كنت مستمر فيها في الموسم اللي فات، انا كنت فاكر ان هم 12 حلقة وخلصت 12 حلقة كنت هنزلهم، بس لقيتهم اكتر من 12 حلقة، فقررت اخلصهم وانزلهم مره واحده كاملين. فما تخافوش انا مش ساحب عليهم، عيب عليك يا صاحبي، عيب عليك، انا فاكرك، انا كسول بس انا فاكرك.